القلم اللي في ايدي ده مش قلم عادي، ده قلم ينقذ الحياة في ثانية. القلم ده اسمه ايبي بن، بنستخدمه في حالة الحساسية الشديدة، الحساسية اللي ممكن تيجي من أكلة فول سوداني، نحلة معدية تقرصني، أو حتى من بعض الأدوية الجسم ممكن يعمل رد فعل قوي، ضيق نفس، تورم في الوش، تورم في اللسان، دوخة، وهنا لازم التدخل يبقى سريع. طب لو معايا القلم ده استخدمه ازاي؟ أول حاجة لازم نشيل الغطا الأخضر دوت، وده بيكون مكتوب عليه تويست، بنلفه كده. الغطا الازرق اللي موجود ده هنرفعه لفوق، ان احنا نزق من هنا كده زي ما اتفقنا. هنشيل الغطا الاخضر ونرفع الغطا الازرق ونوجهه لرجلينا حتى لو لابسين هدوم، ونضرب على طول القلم هنا. بعد ما اشك نفسي بالقلم محتاج استنى 10 ثواني لغايه ما اسمع تكه. بعد ما نشيل القلم ممكن ندلك المنطقه اللي اخدنا فيها الحقنه. بعد بقى ما اخد الحقنه اروح على الطوارئ على طول، لان الحقنه دي اسعافات اوليه لكن مش علاج. معلومات مهمه، القلم ده ما ينفعش يستخدم اكتر من مره. طب امتى ينفع احقن نفسي قلم تاني؟ بعد ما يفوت من 5 ل 15 دقيقه ويكون عندك نفس الاعراض والدكتور موافق ان ناخده. القلم ده في منه للكبار والاطفال، ويفضل ان كل بيت يكون فيه الاثنين. ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي بيجيله حساسيه كتير وما يعرفش ان في قلم زي ده موجود. اكتبوا لي في الكومنتات عايزين تسمعوا عن ايه الحلقه اللي جايه. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فوني. اشوفكم الفيديو اللي جاي.